السلام عليكم. هذه أبرز العناوين. فوزي قجع يوجه رسالة عاجلة للجزائر. عاجل: منع جماهير الوداد من التنقل لحضور مواجهة توارقة. رسميا: الفيفا يفسخ عقد لاعب محترف بالدوري المغربي. بينهم سفيان رحيمي: الركراكي يستدعي أسماء جديدة للمنتخب الوطني. بونو يرد على الكاف بعد إسقاطه من الكرة الذهبية. لماذا قطع الاتحاد الجزائري حفل جوائز الكاف بمراكش؟ بعبارة برا أنت فاشل، جماهير الأهلي السعودي تطالب رياض محرز بالرحيل. جبران يضاعف معاناة الوداد ومدربه عادل رمزي في دوري الأبطال. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. فوزي القجع يوجه رسالة عاجلة للجزائر. أكد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم السبت بالرباط أن المملكة ستستضيف كأس إفريقيا 2025 وذلك بإجماع القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الوطني الأول للصحافة الرياضية الذي انعقد تحت شعار رهانات الإعلام الرياضي الوطني في أفق استحقاقات 2030. وأوضح القجع أن المغرب يستعد لاستضافة العديد من الملتقيات الرياضية الكبرى منها كأس إفريقيا 2025، مشيرا إلى أن هذه البطولة ستحظى بتنظيم مثالي. كما انتقد القجع بعض الأكاديميين الذين يروجون لشائعات حول استضافة المغرب لكأس إفريقيا، قائلا إنهم امتلأت نفوسهم بالحقد والمرض. وختم فوزي القجع كلمته بأمنيته بالشفاء العاجل لهؤلاء الأكاديميين، متمنيا أن يجعلوا ذكاءهم في خدمة الإعلام الرياضي وكرة القدم بصفة عامة. عاجل: منع جماهير الوداد من التنقل لحضور مواجهة توارقة. قررت السلطات المحلية بمدينة الرباط منع جمهور نادي الوداد الرياضي من التنقل للعاصمة لمتابعة مباراة الفريق الأحمر أمام مستضيفه اتحاد توارقة برسم مؤجل الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية. وتقرر منع الجماهير الودادية من التنقل إلى العاصمة باتفاق مع نظيرتها بالدار البيضاء ضمن سلسلة إجراءات الاحترازية التي تنهجها السلطات خلال الفترة الأخيرة. وتفضل السلطات المحلية منع تنقل الجماهير تفاديا لأي أعمال شغب أو اشتباكات بين الجماهير حفاظا على السير العادي والسلس للمباريات. ويحل الوداد ضيفا على نهضة توارقة يوم غد الثلاثاء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء. رسميا: الفيفا يفسخ عقد لاعب محترف بالدوري المغربي. فسخ الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا عقد اللاعب التونسي بن شوق مع فريق حسنية أكادير بعد فشل مسير هذا الأخير في منح مستحقاته المالية في الوقت المتفق عليه. وتوصل اللاعب عبر محاميه بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فسخ عقده من طرف واحد بعدما لم يلتزم حسنية أكادير ببنود العقد التي تحدد تواريخ توصل اللاعب بمستحقاته المالية خاصة منح التوقيع. وراسل اللاعب التونسي عبر محاميه فريق حسنية أكادير لطلب صرف مستحقاته المالية العالقة منذ الموسم الرياضي الماضي، إلا أنه لم يتلقى أي رد ليقرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتقدر ديون اللاعب العالقة في ذمة حسنية أكادير في الموسم الماضي ب70 مليون سنتيم، تنضاف إليها مستحقاته في الموسم الرياضي الحالي. وعجز المكتب المسير السابق لحسنية أكادير برئاسة الدور عن توفير السيولة المالية لأداء مستحقات اللاعبين، الأمر الذي أدخلهم في أزمة مالية خانقة. وينتظر أن يفسخ حسنية أكادير تعاقده أيضا مع كل من محسن متولي وسفيان المودن، الأول بسبب خلافه مع السكتيوي وعدم توصله بمستحقاته، والثاني بسبب عدم حصوله على منحة توقيعه بعد تعاقده مع الفريق. بينهم سفيان رحيمي: الركراكي يستدعي أسماء جديدة للمنتخب الوطني. قرر الناخب الوطني وليد الركراكي اختيار اللاعبين سفيان رحيمي وبدر بانون لتكوين جزء من اللائحة الأولية للمنتخب المغربي، حيث من المقرر يتم إرسال هذه اللائحة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس القادم. وفي ظل تراجع مستوى أشرف داري وعدم استدعائه في فريق بريست الفرنسي بالإضافة إلى إصابة جواد اليميق، تم اتخاذ قرار بإعادة بانون إلى الصفوف الوطنية. أما بالنسبة لسفيان الرحيمي فقد فتحت إصابة سفيان ديوب من نيس الفرنسي الباب لتواجده في اللائحة الأولية للمنتخب الوطني. وتعتبر عودة سفيان الرحيمي إلى المنتخب الوطني مطلبا حيويا من قبل فئة كبيرة من الجماهير المغربية، خاصة جماهير رجاء البيضاوي، حيث يرون أن اللاعب قد أثبت جاهزيته وقدرته على تقديم أداء مميز. يشار إلى أن القرعة الخاصة بكأس إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار شهري يناير وفبراير القادمين وضعت المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات زامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية. بونو يرد على الكاف بعد إسقاطه من الكرة الذهبية.
بعد إقصائه من المنافسة المتقدمة على الكرة الذهبية، قرر الحارس المغربي ياسين بونو عدم حضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين بمدينة مراكش. ويتنافس ياسين بونو على نيل جائزة أفضل حارس في إفريقيا، حيث يتنافس مع المصري محمد الشناوي قائد الأهلي والكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد. وقرر بونو عدم السفر إلى المغرب لحضور الحفل، وذلك بسبب ارتباطه بمباراة فريقه الهلال أمام التعاون في الدور الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وأكدت المصادر أن بونو موجود بالفعل في معسكر الهلال، وسيقود الفريق أمام التعاون كما فعل في مباراة الأهلي في دور 16 من البطولة ذاتها. وسبق لبونو أن رفض السفر لحفل الكرة الذهبية في عام 2022 بسبب ارتباطه بمباراة الهلال. لماذا قاطع الاتحاد الجزائري حفل جوائز الكاف بمراكش؟ خرج وليد الصادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن صمته بخصوص قرار مقاطعة حفل جوائز الكاف والذي استضافته مدينة مراكش مساء اليوم الاثنين وسط حضور وازن لأساطير ونجوم كرة القدم الإفريقية. وقال المسؤول عن الاتحاد الجزائري للعبة في تصريحات صحفية إن قرار مقاطعة الحفل جاء تضامنا مع إسقاط اسم رياض محرز من القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية الإفريقية. وشدد المتحدث ذاته بأن رياض محرز ليس الجزائري الوحيد الذي تم استبعاده من اللوائح المختصرة للجوائز، بل تم إسقاط نادي اتحاد العاصمة المتوج بلقب الكونفدرالية والسوبر الإفريقي من قائمة أفضل أندية العام. وستكون الجزائر ممثلة بالمدرب عبد الحق بن شيخة الذي ينافس كل من وليد الركراكي وأليو سيسي على جائزة مدرب السنة. وتم توجيه انتقادات شديدة للكاف بعد إبعاد الحارس ياسين بونو عن القائمة المختصرة للكرة الذهبية الأفريقية، ويتنافس كل من أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية. بعبارة برا برا أنت فاشل، جماهير الأهلي السعودي تطالب رياض محرز بالرحيل. شنت جماهير فريق أهلي جدة هجوما على الدولي الجزائري رياض محرز بعد التعادل السلبي أمام الرائد برسم الجولة 16 من دوري روشن السعودي. ووصف جماهير الأهلي السعودي لاعبها الجزائري بالفاشل بعد إضاعته العديد من الفرص في المباراة والتي كانت كفيلة بمنح هدف الفوز لفريقه. وأثناء خروج محرز من ملعب المباراة قامت جماهير الأهلي بتوجيه عبارات قوية إلى محرز، حيث قالوا له برا برا أنت فاشل بعد مساواة غير مقنع أمام الرائد. يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة حققها في 16 مباراة. جبران يضاعف معاناة الوداد ومدربه عادل الرمزي في دوري الأبطال. يغيب يحيى جبران عميد الوداد الرياضي لكرة القدم عن مباراة فريقه المقبلة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد سيمبا التنزاني في إطار الجولة الرابعة من المسابقة ذاتها. ويعود سبب غياب جبران عن المباراة بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في ظرف 3 مباريات. وكان جبران قد أهدر ضربة جزاء في مباراة يوم السبت ضد سيمبا في الشوط الأول، وليست هذه المرة الأولى التي يغيب فيها جبران بسبب البطاقات الملونة، حيث سبق وأن تعرض لذلك في مباريات حاسمة أبرزها نهائي الدوري الإفريقي ضد سان داونز عن مباراة الإياب، كما أنه تلقى بطاقة حمراء في مونديال الأندية ضد الهلال السعودي وفي البطولة العربية ضد السد القطري.